اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فراخ بطريقة وهمية. أول مرة أعمل الطريقة دي في القناة. طريقة جميلة جدا جدا. الطريقة دي بخلطتين: خلطة بتحطيها فيها قبلها بليلة، وخلطة بتطبخيها فيها. الطريقة دي لو جربتوها تحبوها جدا. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير. معايا طماطميتين كبار كده قطعتهم وحطيتهم في الكبة، ومعهم بصلتين حلوين كده كبار قطعيهم برضو، وقرن فلفل. ممكن تحطي فلفل حر، ممكن تحطي فلفل بارد، ده اختياري حسب ما تحبي. وعندي هنا كنت عاملة هريسة شطة وحطاها في التلاجة، يعني بسحب منها لأي حاجة، المحشي لأي حاجة، الكباب حلة. فقلت ايه، اطعمها شوية بمعلقة من الحر ده، لان انا حطيت قرن فلفل حلو. معايا هنا بهارات هحط لها. انا عندي هنا البهارات السبعة كنت عاملاها ومحمصاها على النار. وحاولي ان انتي لما تيجي تشتري بهارات ما تشتريش البهارات الجاهزة، لان البهارات الجاهزة ما بتبقاش كويسة. هاتي البهارات واعمليها في البيت وحمصيها على النار. بتحمصيها على النار ليه؟ لانك بتطلعي الزيوت العطرية اللي فيها. انا هنا حطيت معلقة بهارات سبعة، يعني قيمة معلقة، وشوية ملح، وخدتها لفة كده في الخلاط لحد ما حسيت ان هي البصلة نزلت المية بتاعتها. احنا اهم حاجة في التتبيلة دي ان البصلة تعمليها مفرومة قوي قوي وتنزل التتبيلة بتاعتها. هنا معايا فرخة وزن 2 كيلو ونص، قطعتها 10 قطع. الصدر قطعته 6، والوركين 4. طبعا انا قبل ما اقطع الفرخة كنت منقعاها في المية والدقيق والملح والليمون. سبتها فترة بتاع يمكن 4 ساعات لحد ما حسيت ان هي بقت خلاص، يعني نضيفة جدا جدا. غسلتها مرة واتنين وتلاتة، وزي ما احنا شايفينها كده. بعد ما خلصتها وصفيتها خالص خالص، جبت كام ليمونة كده وعصرتها عليها وسبتها مع نفسها كده لحد ما عملت لها البصل والفلفل والطماطم. طبعا انا عايزة الفرخة تتبل كلها كلها بالبصل والفلفل والطماطم والبهارات والملح. ليه بقى؟ علشان المسام بتاع الفرخة والأنسجة كده يشرب التتبيلة دي. وهسيبها في التلاجة ليلة كاملة. عملتها من المغرب لتاني يوم الظهر. ده شكلها بعد ما عملتها. بعد كده هعينها في التلاجة، وبعد كده نكملها ان شاء الله. هنا بقى الخليط اللي متبل في الفرخة من قبلها بليلة ده انا مش عايزاه، انا هشيله خالص. وهفضل اشيل منها ال10 قطع، هشيل منهم التتبيلة دي خالص زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ليه؟ الخليط ده انا هرميه واعمل لها حاجة تانية، خلطة تانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. تشيلي البصل خالص، ما تسيبيش عليها اي حاجة، لا البصل ولا الفلفل ولا الطماطم. وهي طبعا الفرخة شربت من الخليط ده كله، يعني خلاص ده ما عادش ليه لازمة. هي اخدت الطعم واتبلت بيه وكده، والانسجة بتاعتها شربت الصوص ده. هنفضل نعملها بالشكل ده. شيلي خالص، ما تسيبيش حاجة. جربي الطريقة دي، طريقة جميلة جدا جدا والطعم مختلف تماما. احنا عارفين ان الفراخ بيبقى لها وصفات كتيرة قوي قوي، بس الوصفة دي يعني احلى من اي وصفة انا شفتها بصراحة. لما تتبلي الفراخ بتتبيلة وتسيبيها فيها ليلة كاملة، وبعد كده بترمي التتبيلة، بعد كده بتستعملي فيها تتبيلة تانية، صدقيني الطعم بيختلف تماما تماما. جربيها تعجبك، فظيعة قوي قوي. يعني انا بصراحة حبيت الطريقة دي، حبيت الطعم ده مميز جدا، احلى من اي طعم شفته. خلطة جميلة جدا. جربيها تعجبك وهتدعيلي، وقوليلي في التعليقات ايه رأيك.
وبعدين ميكس خطير كده ما بين التتبيلة الأولى والتتبيلة التانية، وطعم كده في الأول وبعد كده بتديها طعم تاني. ففي النهاية هتلاقي طعم خطير خطير. هنشوف التتبيلة التانية مع بعض شكلها ايه. يلا بينا مع بعض كده نشوف التتبيلة التانية للفراخ بتاعتنا. وعلى فكرة التتبيلة دي اللي هي البصل بنرميها ما بنستعملهاش، لان طبعا ما يعني ممكن تكون اخدت زفارة الفراخ، فما تستعملهاش في حاجة تانية، بترميها على طول. نعمل بقى مع بعض التتبيلة التانية. معايا صينية، نزلت عليها بمعلقة كاتشب كبيرة كده، يعني زودي يعني معلقة كبيرة كده حلوة. عايزة تكتري عن معلقة بتحبيه، لان ده سبايسي، فزودي لو عايزة. معلقتين كبار كده صويا صوص. وعلى فكرة لما تيجي تجيبي صويا صوص تجيبي الغامق، ما تجيبيش الفاتح، الغامق بيدي طعم احلى. معانا برضو معلقتين دبس الرمان. بتنزلي عليها كده بكذا معلقة صوص الباربيكيو، بس مش يعني ما تكتريش اكتر من معلقتين كده، لان هو بيدي مزازة. بعد كده بقى ايه، انزلي عليها بمعلقة ملح، ما تكتريش، لان طبعا الفراخ شاربة من التتبيلة الاولى اللي فيها الملح. معلقة كبيرة توم باودر. كل البهارات اللي عندك حطيها. معلقة كمون، معلقة كبيرة حلوة كده. معلقة بهارات لحمة. وانا قلت لكم قبل كده ان انا بحب استعمل بهارات اللحمة، لان طعمها بيبقى احلى من بهارات الفراخ. معايا برضو معلقة كبيرة من الفلفل الاسود. انزلي بجميع البهارات اللي عندك حطيها، وما تكتريه زيادة عن معلقة كبيرة بس يعني. معلقة كزبرة. معلقة بصل بودر. بصوا انا طلعت البهارات كلها اللي عندي وحطيتها على الرخامة، وكلها حطيتها، مفيش حاجة سبتها في الدولاب بتاع المطبخ، كله طلعته كله. معلقة جنزبيل حلوة قوي بيدي طعم، لو في اي دهون في الفرخة بينشفها مجرد ما يدخل الفرن. معلقة بابريكا. افضلي بقى قلبي التتبيلة دي كلها على بعضها كده، مش عايزة اشوف حاجة لوحدها، كله على بعضه كده، الصوصات مع البهارات، تقليبة حلوة قوي كده. هننزل عليها بمعلقتين زيت، معلقتين كبار زيت، ويا ريت لو عندك زيت زيتون يكون افضل، انا حاطه هنا زيت كريستال. وعامله عصير ليمونتين كبار كده، ونزلت على التتبيله. هقلب الزيت في الليمون في البهارات في الصوصات. ميكس خطير جدا 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 ما بين التتبيله الاولى وما بين التتبيله التانية. وهتشوفي بقى الطعم اللي لما تعملي الفراخ بتاعتك هيبقى طعمها ازاي. قلبي كويس قوي قوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. خلاص قلبنا التتبيلة، نبدأ ننزل بالفراخ بتاعتنا. عايزاها تتشرب التتبيلة دي، مش عايزة التتبيلة دي تظهر خالص. طبعا زي ما احنا شايفين الفراخ ما عادش فيها التتبيلة الاولى، شلناها منها خالص وحطيناها في التتبيلة التانية. يعني شايفة الصينية فيها برضو بعض التتبيلة الاولى مش هنحطها، هنرميها. قلبي بقى الفراخ
ما تقلبيش بالمعلقة، مش هتاخدي نتيجة حلوة بايديكي كده، تقليبة حلوة زي ما انا بعمل كده. طالما ايديكي نظيفة وغسلاها او لابسة جلافز مش مشكلة، لكن انتي هتقلبي بالمعلقة صدقيني مش هتاخدي نتيجة. قلبي بايديكي كده عشان تحسي ان الفرخة بدأت تشرب من الصوص، وتجيبي من فوق ومن تحت كده كله في بعضه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. افضلي دلكي دلكي، كل ما بتدلكي كل ما بتحسي ان الفرخة شربت التتبيلة. افضلي قلبي خالص خالص لحد ما تحسي ان خلاص الانسجة ما عادش تتبيلة في الصينية. التتبيلة الاخيرة دي تحفة تحفة تحفة، انا يعني ما شاء الله وانا بقلبها كده وبدلكها الريحة فظيعة فظيعة. وعلى فكرة انا ما حطيتش هريسة الشطة في التتبيلة التانية، لان انا حطاها في التتبيلة اللي هي اللي سبتها من بالليل. وطبعا الكاتشب عندنا إيه سبايسي. هنجيب ايه بقى 3 بصلات حلوين كده كبار، بتقطعيها حلقات زي ما انت شايفة كده، وانا حطاها في الصينية ونزلت عليها بقرنين فلفل. حطيت فلفل بارد، عايزة تحطي برضو فلفل حار ده اختياري براحتك. حطيتي البصل وحطيتي الفلفل وعملتهم كده في بعض لحد ما ايه ما فكتهم من بعض. ونزلت بالتتبيلة بتاعتي الفراخ اللي انا متبلاها، نزلت على البصل وعلى الفلفل. هنحطها في صينية كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. رصيها كده جنب بعضها، ما تحاوليش انك تلزقي قوي او تحطي حاجة فوق حاجة، عشان انا عايزة الفراخ دي مجرد ما تدخل الفرن تتحمر. وعلى فكرة الفراخ دي بندخلها الفرن مش بنحط فيها اي حاجة، وبتحطيها على نار يعني مش وسط، لا يعني اقل من الوسط شوية. ليه؟ لان انا عايزاها اسويها على نار وسط، لو انا عملتها على نار عالية هتتحرق منك. بالشكل اللي احنا شايفينه ده خلاص كده خلاص. عايزاكي تجيبي المعلقة وتنزلي الصوص ده كله، انا مش عايزاه في الصينية، انا عايزة الفراخ تشرب الصوص ده في الفرن، ما تسيبيش اي حاجة. انا هنا عملت مكرونة، إيه مية على النار، حطيت فيها ملح وشوية زيت ونزلت عليها بالمكرونة. وبعد كده 10 دقايق وحطيتها في المصفى. هنا بصلة حمرتها، مش حمرتها يعني اللون اللي هو الاصفر، صفرتها شوية. بعد كده نزلت عندي بعصير الطماطم، نزلت بمعلقة كبيرة بابريكا، معلقة فلفل اسود، ملح. بس ده اللي انا بحطه في المكرونة، ما بزودش بهارات. طبعا ده اختياري ليكي، عايزة تزودي بهارات تانية براحتك انت حرة. سبتها على النار لحد ما اتسبكت، نزلت عليها بالمكرونة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. واو، الله الله الله، شايفين الجمال، شايفين الروعة. جربوها، جميلة قوي قوي قوي، ميكس خطير ما بين الصوصات والبهارات وتتبيلة اولى وتتبيلة تانية. طعم تحفة تحفة، والطعم مميز، مش الطريقة التقليدية اللي احنا بنعملها. دي حاجة جديدة كده جميلة، جربيها تعجبك. وعملت معاها طبق مكرونة، وعملت بطاطس محمرة في الاير فراير. إيه كان طعمها تحفة جدا، ممكن تاكليها على عيش وعلى طحينة وسلطات زي ما انتي عاوزة، اختياري. جربوا الطعم حلو قوي قوي، ميكس خطير ما بين الصوصات، وعطيها طعم مميز وطعم روعة، والطريقة تحفة تحفة. جربوها تعجبكم. ولو عجبكم الطريقة، لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.